والإخلاص معناه أيها الإخوة ألا نطلب أجرا إلا من الله. هي معنات الإخلاص. لا تطلب بعملك من أحد. كان ابن عباس رضي الله عنه إذا أعطى فقيرا فقال له الفقير جزاك الله خيرا، يقول له ابن عباس جزاك الله خيرا. إن قال له الفقير أخلف الله عليك، يقول له ابن عباس أخلف الله عليك. عرفتوا ليه؟ حتى لا تكون تلك الدعوة مقابل، فإذا دعا له يدعي له مشان الدعوة تكون مقابل إيه؟ الدعوة، ويبقى لابن عباس فضل العطاء. شفتوا الفهم؟ شيخنا أبو الحسن اللي كنت عم بحكي لكم عنه رحمه الله، مرة ما خلاني أحمل 5 كيلو سكر إلى بيته، مو ادفع ثمنهم، بس احملهم من البقالية إلى بيته. كان يريد أن يأخذ 5 كيلو سكر إلى بيته، والله ما خلاني. يا سيدي يا سيدي ألست كأولادك اللي أنت مثل أولادي وأغلى، لكن تحملهم لا. مين قدوته؟ قدوته حمزة، الإمام حمزة بن حبيب الزيات، أحد القراء ال7 الذي قال عنه إمامنا الشاطبي: وحمزة ما أزكاه من متورع، إماما صبورا للقرآن مرتلا. أنا أبي الله يرحمه توفي وعمري 14 سنة، ولما كنت أذهب أزور قبره رحمه الله وأدعو له، أمر على قبر الشيخ عبد الله المنجد. الشيخ عبد الله المنجد كان من شيوخ القراء عندنا في الشام. مكتوب على شاهدة قبره، الشاهدة عبارة عن قطعة من الحجر أو الرخام توضع على القبور في بلاد الشام، يكتب عليها اسم المتوفى وتاريخ وفاته وشيء من الكلام. فمكتوب على قبره: هذا قبر رجل مكث يعلم القرآن أكثر من 50 سنة. أنا كان عمري 14 سنة هكذا، كنت أقف أمام هذا وأقرأها يعني مثل واحد قزم واقف أمام إيه؟ عملاق. 50 سنة يعلم القرآن. نحن إذا سمع الواحد لطالب ولا طالبين بحسب حاله صار شيخ المشايخ. 50 سنة يعلم القرآن العظيم. سبحان الله. وطالت بي الحياة إلى أن سألت شيخنا الشيخ محي الدين الكردي أبو الحسن رحمه الله، الذي قلت لكم إنه توفي عن 100 عام، كم سنة صار له يعلم القرآن؟ فكان يتهرب من الجواب، وأنا أقول سيدي ما جاوبتوني، يريد يتهرب من الجواب، يجيب موضوع ثاني ما بده يتكلم. المهم بعدين أنا لحوح الله يهديني، فبعد إلحاح مني أنا كنت أسأله متى بدأت تعلم؟ فبعد إلحاح قال لي كان عمري 25 سنة. لما بدأ يعلم شو كان عمره؟ وبقي يعلم إلى قبل 100 بسنتين تقريبا، يعني آخر سنتين كما ذكرت لكم هذا سن البركة اللي كنا عم نتكلم عنه، لكن قبلها بقي يعلم تقريبا لل 97 98، وبدأ يعلم عمره 25. معناتها كم سنة علم؟ 72 73 سنة. متصورين يا أخواني؟ فأنا كنت لما أقف أمام قبر الشيخ عبد الله المنجد أقول 50 سنة، وإذا بي أرى أحد شيوخي وقد علم القرآن إيه؟ فوق 70 عاما. متصورين هذا الأمر يا أخواننا؟ التعليم مو سهل، التعليم بده صبر، وبده أن تكون متصلا بالله عز وجل، لأنه الواحد بيشرح الحكم مرة، بيشرحه مرتين، بيشرحه 10، بيشرحه 20، بس مو 70 سنة. انتبهتوا؟ إلا إن كان عنده هدف. لما بيكون عندك هدف لا بيعود في 70 ولا بيعود في 80. لما بيكون بين عيونك أهل القرآن هم أهل الله وإيه؟ وخاصته. هذه مو ببلاش، لكن إن كان الإنسان لعب به الشيطان وجعل القرآن مطية للدنيا ومطية للمنزلة بين الناس، لذلك بيقولوا الصالحين: كم طيرت طقطقة النعال من رقاب الرجال. كم طيرت طقطقة النعال. عرفتوا شو طقطقة النعال؟
يعني الأتباع بيكون الشيخ ماشي وراه الطلاب وماشي له كذا وهو ماشي، بيقوم بيصير عنده شو بيصير عنده؟ عجب، غرور، مينو مثلي. كان في بلاد الشام اثنين من طلاب العلم، هذا اسمه سليم وهذا اسمه سليم، كانوا في حلقة علم واحدة. واحد منهما لأم يريده الله يعني صاحب أصدقاء سوء فعلموه على شرب الخمر، مرة على مرة علق بها وصار لا يستطيع الصبر عنها، وصار معروفا بإيه؟ شرب الخمر سنين طوال. أما الثاني فشاء الله عز وجل له الثبات وصار عالم البلد وصار له طلاب، فمر خارج من المسجد وحوله طلابه، وجاي على الرصيف الثاني سليم الثاني اللي اسمه سليم الثاني، مسكين شربان وحالته حالي. نسأل الله العافية لنا ولكم. لما بيمر هيك قصص دائما نسأل الله العافية. وانظروا إلى المبتلى نظرة الشفقة ولا تنظروا له نظرة الاستكبار. فالسكران اللي اسمه سليم عرف الشيخ لأنه زميله كان وهيئته ما تغيرت، لكن الشيخ اللي اسمه الشيخ سليم ما عرف السكران. فالسكران نظر هكذا ونادى بأعلى صوته لزميله قال له: يا سليم. فالتفت الشيخ فقال له: أنت سليم وأنا سليم، لكن ما بتعرف عند الله مين السليم. يا سليم أنت سليم، يعني أنت اسمك سليم وأنا سليم وأنا اسمي سليم، لكن ما تدري عند الله من السليم. يعني بمعنى لا يغرك الحال اللي أنت فيه الآن. أنا في يوم من الأيام كنت ركبتي إلى ركبتك في حلقة علم واحدة، انظر حالي الآن. فهل يختم لك هكذا؟ لا تغتر. فصار الشيخ يبكي. انتبهتوا يا أخواني؟ هل عرفتم طقطقة النعال؟ طقطقة النعال يعني الأتباع. بعض المشايخ بصير عندهم طلاب كتير بيمشوا، فالشيخ عليه دائما أن يتجرد. إن شاء الله يكون عنده 1000 واحد، المهم الله، وما عنده ولا حدا خير. انتبهتوا كيف؟ فالله يرضى عليكم، انتبهوا إلى هذه المعاني. ودائما إذا آتاكم الله نعمة من التعلم، من حفظ منظومة، من فهم معلومة، من النجاح في مادة من المواد، من ماجستير، من دكتوراه، ليكن بين عيني وأعينكم دائما وما بكم من نعمة فمن الله.